في ناس كده عندها مهارة إنها تقنعك أو تخلّيك توافق على حاجة، وفي لحظة كده يوم ما بتقعد مع نفسك بتحس إنك لأ، القرار ما كانش قرارك وما كانش بإرادتك الحرة، والمشكلة الأكبر إن القرار ده لو اتطلب منك بشكل تاني من ناس تانية احتمال كبير ما توافقش عليه. في حاجة اسمها مهارات الإقناع، مهارات الإقناع دي هنتكلم عنها النهارده إن شاء الله، أو هنتكلم عن شوية من الأساليب اللي بتستخدم معانا في التلفزيون وفي الإعلانات وفي العلاقات، وحتى في الراجل اللي بيبيع لك في الشارع احتمال يكون عنده بعض من المهارات دي. بس الأول أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. إن شاء الله هنبقى مع بعض كل خميس بفيديو طويل، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، سبسكرايب عشان يوصلك مننا كل جديد. أول مهارة إقناع والأكثر انتشارًا وهي التكرار، التكرار اللي بيمارس علينا ليل ونهار، سواء في الإعلانات وفي الإعلام وفي حاجات كتير جدًا حتى في العلاقات، زي كلمة باحبِك كده اللي بتتقال عمّال على بطّال ما لهاش أي دليل، زي مثلًا الترندات، هتلاحظ أوي التكرار ده في موضوع الترندات، واليومين دول تحديدًا لمّا العروسة لابوبو دي انتشرت بشكل كبير جدًا، والتكرار البصري بتاع فكرة إن طول الوقت إحنا شايفين مشاهير بتفتح علبة العروسة وبتبهر بعروسة ما عندهاش أي إمكانيات حتى شكلها مش لطيف. تاني أسلوب في أساليب الإقناع النفسي وهي فكرة المقارنة المضللة، إن أنا أزرع لك اختيارين من ضمنهم اختيار عمرك ما هتختاره، واحط لك جنبه الاختيار اللي أنا عايزك تختاره، وطبيعي إن أنت هتختار الأريح، زي كده في الإعلانات لما أجي أقول لك تعيش في فيلا وسط فيو جميل بحمام سباحة خاص، ولا تعيش في وسط المدينة وسط الدوشة، مع العلم إن لو بصينا لإيجابيات وسط المدينة هتلاقي نفسك أقرب للمرافق، أقرب لأهلك بشكل كتير. هو بيزرع لك اختيار كده في مخّك بطريقة غير واعية، فأنت طبيعي إن أنت هتختار الحاجة اللي فيها راحتك، مع العلم إن بالتجربة أوقات كتير بيبقى ده مش الاختيار الصح، وأوقات كتير إحنا بنختاره بناءً على الصورة اللي هو رسمها لك. زي مثلًا في العلاقات، لمّا طول الوقت حد بيحاول يصدّر لك فكرة إن مش هتلاقي زيه في حتّة تانية، ويحاول يبرز لك عيوب الآخرين ومميزات نَفْسه، مع العلم إنك لو وقفت مع نَفْسك لحظة هتلاقي الشخص اللي بيقول لك كده وبيحاول طول الوقت يهدم صورة الآخرين هو شخصيًا مليان عيوب. الأسلوب التالت بقى وهو الأسلوب المُتّبع غالبًا يعني في الإعلانات، هتلاقيه طول الوقت حد بيقول لك لفترة محدودة، أوكازيون لمدة 3 أيام، الأولوية بأسبقية الحجز، وهو أسلوب الندرة. طول الوقت لمّا بتخاف على الحاجة وتحس إنها آخر حتّة بتجري تروح تجيبها، مع العلم إنك لو رُحت هتلاقي آلاف من القطع في المخازن، وطول الوقت هو بيصدّر لك الفكرة دي بطريقة خبيثة علشان خاطر تلحق تجري تشتري الحتّة اللي هو عايز يبيعها، وأوقات كتير لمّا تقعد في كواليس الموضوع ده مع تاجر والّا حاجة يقول لك أنا عايز أخلص من البضاعة اللي عندي المركونة بقى لها كتير جدًا. ولو طبّقنا بقى ده على العلاقات هتلاقي جملة شهيرة كده بتتردد زي مثلًا الرجالة خلصت في الحرب وأنا آخر راجل في الموجودين. أوقات كده بنستخدم المصطلحات دي علشان خاطر نهيّأ الشخص اللي قدّامنا علشان يتقبّل فكرة إن أنا آخر حتّة على الكوكب، ولو فوّتِ العرض مش هتلاقي زي تاني. رابع أسلوب بقى هو أسلوب التأثير الاجتماعي، أسلوب التأثير الاجتماعي ده لمّا أحسّسك إن أنت الوحيد اللي ما عملتش زيّنا، الحقيقة إن المُخ طول الوقت عايزك الأفضل، ما بيرضاش أو ما بيستسلمش لفكرة إن أنت الوحيد اللي ما عملتش زيه، زي المثال اللي اتكلّمنا عنه في أول الفيديو العروسة لابوبو ده لمّا بتلاقي كل الناس بتقول إنها اشترت العروسة، تحس إنك لوحدك، وده شعور غير مُرضي للمُخ على الإطلاق. ومثال لده برضه في العلاقات، لمّا بتلاقي حد بيقول لك: "تصدّقي إن أنتِ الوحيدة اللي بتزعلي لمّا باغير عليها للدرجة دي؟" كل الستات بتفرح لمّا جوزها بيغير عليها، مع العلم إن الغيرة دي ممكن تكون مصحوبة بألم كده على غفلة أو طريقة مهينة وسط الناس. خامس أسلوب بقى هو أسلوب الإطار الذهني، هاحط لك الفكرة اللي أنا عايزة أمررها لك في برواز كده شيك، فتلاقي نفسك مبسوط بشكل البرواز ده وتوافق على الفكرة من غير ما تفكر، زي ما اتكلمنا كده في الريلز اللي كان من كام يوم لما قلنا إن أنا أحاول أظهر لك إيجابيات الموضوع وأقول لك العصير ده مش قادرة أقول لك ما فيهوش أي مواد حافظة، بس في المقابل العصير ده مثلًا معصور بقى له شهر. حاجات كتير جدًا بتُمرّر لك بالشكل ده للأسف، لإن البرواز الذهني بتاعها مقبول لديك، فأنت بتلاقي نَفْسك مبسوط وبتوافق فورًا على فكرة لو اتعمّقت فيها ووقفت 5 دقايق كده مع نَفْسك هتشوف الجانب السيء منها وعمرك ما هتوافق عليها. في العلاقات بقى بيبان الإطار الذهني ده أوي لمّا أحاول أرسم لك إن القصة اللي أنت عايشها دي ما فيش قصة أنجح منها وفي باطنها أنا باحاول أسيطر عليك أو باحاول أمتلكك بشكل أو بآخر. سادس أسلوب بقى وهو السُلطة أو النفوذ، فكرة إنك تشوف حاجة أو تشوف فكرة على لسان حد بالنسبة لك أهل للثقة أو بالنسبة للمجتمع أهل للثقة، حد معاه سُلطة أو نفوذ معيّن، عقلك أوتوماتيك بيتقبّل الفكرة لإنه عقلك بيفسّر الموضوع ده إن هو مش مضطر يمرّر لي فكرة علشان كده بيقبلها من غير ما يفكّر فيها.
الاستراتيجية ال7 للإقناع هي استراتيجية door in the face أو الالتزام التدريجي. الالتزام التدريجي اللي طول الوقت أنا باحاول أقنعك أول ما باحط لك اختيار كبير أو طلب كبير وأنا متأكد من جوايا إنك هترفضه، وبعدها على طول أحط لك الطلب اللي أنا متأكد إن الطلب التاني ده أنت هتوافق عليه. العلم بيقول إن المخ بيحس بالذنب أو بتأنيب الضمير يعني لمّا بيرفض طلبين ورا بعض. ودي استراتيجية إقناع مشهورة جدًا إن أنا أحط لك الطلب اللي أنا عايزك توافق عليه تاني طلب بعد الطلب اللي أنت هترفضه على طول. وأخيرًا، طب نعمل إيه في كمية الاستنزاف اللي بنتعرّض له كل يوم ده وطول الوقت وإحنا بنتعرّض لأساليب إقناع خفية بتخلّينا نُهدر بقى فلوس وطاقة وصحة وأعصاب ووقت وحاجات كتير جدًا. أول حاجة خالص لو طول الوقت ركّزت مع وعيك الكامل في أي حاجة أنت عايزها وسألت نَفْسك هل أنا عايز أوافق على الطلب ده؟ هل القرار اللي أنا هاخده ده بناءً على رغبتي وإرادتي الحرة؟ الحقيقة إن إحنا كتير مش بنركّز علشان خاطر بنريّح دماغنا، كلّنا بنريّح دماغنا، لكن الحقيقة لو ركّزت اللي أنت بتعمله ده إهدار والّا هيعود عليك بالنفع بشكل أو بآخر، في حاجات كتير جدًا ما كنتش عملتها. أنا نرمين هيكل ودي لحظة وعي، ولو عجبك الفيديو ولو حسيت إن في طريقة في حد بيحتال عليك بيها طول الوقت، اعمل له mention في الكومنتات، ويا ريت لو عجبك الفيديو تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك منا كل جديد بإذن الله. عندنا فيديو الساعة 7 كل خميس بموضوع جديد. أنا نرمين هيكل ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها.